انا حاسه ان في حد بيطاردني، لو حصل لي حاجه اعرفوا ان ده مش حادث. دي كانت اخر رساله من فتاه امريكيه وبعدها اختفت للابد. في 2013 بنت اسمها إليسا تورني عندها 17 سنة عايشة مع والدها بالتبني، واختها كانت بنت هادية ومتفوقة في دراستها، مفيش اي مشاكل في حياتها. لكن في يوم التخرج كتبت رسالة غريبة على المذكرة بتاعتها: انا ماشية بعيد ومش هرجع تاني. اهلها بلغوا عن اختفائها، بس الشرطة ما لقتش اي دليل على هروبها، وما كانش معاها فلوس ولا هدوم ولا حتى موبايل. المريب بقى ان والدها بالتبني اللي بلغ عن اختفائها كان عنده كاميرات مراقبة في البيت، بس التسجيلات بتاعت اليوم ده تحديدا اختفت. وبعدها بشهور اختها اكتشفت ان إليسا كانت كاتبة في دفاترها: لو حصل لي حاجة بصوا على والدي الاول. الشرطة ما قدرتش تثبت عليه حاجة، بس اختها لحد النهاردة بتطالب باعادة فتح القضية، وقالت في بودكاست شهير: اختي ما هربتش، اختي اتسجنت للابد. انت شايف هل دي كانت جريمة مخططة ولا فعلا قررت تختفي وتسيب كل حاجة وراها؟ قولي رأيك في الكومنتات.